ايش واضح معكم من العنوان؟ يقول لك سمول هاوس، مساحة البيت 30 إلى 80 متر مربع. فهذا لمن يعني الشخص ما لازم يكلف على نفسه. الشخص ما لازم يكلف على نفسه، والله البيت يبغى له 20,000 30,000 40,000 50,000. يعني ممكن تسوي بيت انت ب7,000 ب10,000 8,000 ويكون فخم ويكون استراتيجيته حلوة ونظام المودرن، وأيضا تعيش فيه بكل أريحية. طبعا هذه البيوت كثيرة تعمل في الدول الأوروبية بشكل عام، وما الدول الخليج بشكل عام، لأن نحن معنا في دول الخليج مثل ما نقول إفراط، فمساحات معنا إفراط واجد زايد فلوسنا، وبالتالي نفرط مساحة نريدها 7 في 5 5 في 7، بينما هنا لا. هذا يوضح لك أنك تستغل كل غرفة أو كل ملحق أو أي شيء على حسب التصميم، على حسب مثلا معك صالة خلاص، معك جلسة، ومعك مكان بارتيشن للتي في، معك المطبخ أيضا بانتري جزء، معك غرفة النوم سرير ودريسنج ودورة مياه. وهذه ما بتعدى معك المساحة من 30 إلى 80. إذا تلاحظوا أنتم لما تروحوا فنادق وتحجزوا استديو أو جناح، فيعطيك مساحة اللي يعطيك إياها مساحة نفس البيت الموجود معكم في الاسم. وأيضا لما تعيش فيها تعيش بكل أريحية، كل المكان مصمم على حسب الأثاث ومنترس كامل، هنا تعيش أنت بأريحية. ما لازم الشخص والله الحين مقبلين على الزواج أو اللي همه الحين بيبديوا حياتهم بيروحوا يبنيوا لك 150 200 300 متر 400 متر، يبني على حسب المساحة 30 40 30 و40 و50 و60 و70، ترى هو عبارة عن بيت.